اليوم غادي نهضروا على التدواش بالماء البارد. يقول الله سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام حينما استجاب له الدعاء لكشف الضر عنه، قال الله تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. غنهضروا على الفوائد ديال التدواش بالماء البارد. قبل ما نبداو، التدواش بالماء البارد ولا عاده انتشرت عند الغرب بزاف، العكس ديالنا حنايا مازال شي ناس كيظنوا باللي التدواش بالماء البارد غادي يمرضهم ولا ما عرفت شنو، ولكن التدواش بالماء البارد ماشي حاجه اللي جديده. مئات السنين والعلاج بالماء البارد كاين، وفي هذا الوقت وحنا في اواخر سنه 2023 العلم حتى هو وافق على العلاج به. اكدوا العديد من الدراسات باللي التدواش بالماء البارد ليه فوائد كثيره على الصحه ديال الانسان، ولكن كما قلت لك باللي هذا الشيء هذا مازال ما انتشرش عندنا بزاف حنا في الثقافه العربيه ديالنا. ودابا غادي نهضروا على الفوائد اللي غادي تاخذ الى دوشتي بالماء بارد وبعدتي عليك التدواش بالماء سخون، وغنهضروا حتى على امتى خاصك تدوش بالماء بارد وامتى ما خاصكش تدوش به باش ما تمرضش، وعلى كيفاش ترد تدواش الماء بارد عاده وتسهلها عليك تدواش به في اي وقت، سواء كان البرد او لا كان الصيف. وما عليك غير تحل معايا هذاك الدماغ وكبرت الشاشه ويلا نبدا. قبل ما تسمع الفوائد وشنو غادي يوقع لك الا دوشتي بالماء بارد، الا كنتي من داك النوع اللي ديما كيدوش بالماء سخون وما عندكش مع التدواش بالماء بارد، فراه خاصك قبل كل شيء تجرب التدواش بالماء البارد. بمعنى التدواش بالماء بارد ما فيهش غير فوائد ذهنيه وجسديه صافي، ولكن هذه التجربه ديال انك تنوض وتدوش بالماء بارد وتحارب هذيك الفوبيا اللي عندك من الماء بارد، فهذه واحد الحاجه اللي غادي تخرجك من الكومفورت زون ديالك. هاد الكومفورت زون هادي اولا منطقه الراحه راه خاصها فيديو بوحديتها، المهم غنشرحوها من برا وصافي. هاد المنطقه ديال الراحه من بين اكبر العوامل اللي كيخليو اغلب الناس ما يديروا حتى شي حاجه في حياتهم. بمعنى اكبر مثال، كتنعس ديما معطل، فراه من المنطق ان هاد الشيء غيخليك ديما تبقى تنوض معطل. مثلا ديما كتنوض مع 9 يوميا كتنوض مع 9، فرا ما غاديش تزعم وتفيق شي نهار بكري مثلا مع 5. يعني اول حاجه خاصك تنعس بكري، وبالتالي كتعجز وكتخاف. بخلاصه منطقه الراحه ديالك هي ديك البلاصه اللي كتخاف انك تخرج منها، كتخليك ديما خايف تجرب شي حاجه جديده، كتخليك ديما كدير نفس الحاجه يوميا، وبالتالي غتبقى حياتك كيف ما هي وما غاديش تبدل حتى شي حاجه. وبهذا انت ملي كتنوض وتدوش بالماء بارد فراك كتبدل الروتين المعتاد ديالك، يعني كتخرج من ديك الكومفورت زون ديالك. قبل ما نشوفوا الفوائد ديال التدواش بالماء بارد، يعني كتكون تفوقتي على ديك الكومفورت زون ديالك، وبالتالي كتنقص من القوه ديالها ومن التاثير ديالها عليك. الفوائد الاستحمام بالماء بارد، كتعدد الفوائد الاستحمام بالماء بارد، ومن بين اشهر الفوائد ديالها غادي نعطيك 5 ديال الفوائد على التدواش بالماء بارد. اول فائده كتزيد من اليقظه ديالك ولا من اليقظه عندك. راه التدواش بالماء بارد كل صباح ولا حتى في الليل بزاف ديال الفوائد، من بينها زياده اليقظه عندك، الشعور بداك الماء بارد على جميع انحاء الجسم ديالك او الجسد ديالك كيدفع للتنفس بعمق نتيجه على ديك الصدمه اللي تلقاها الجسم ديالك في المحاوله ديال انه يبقى دافئ او لا يبقى سخون. يعني هذا الامر هذا كيزيد من مستوى الاكسجين بشكل عام في الجسم ديالك كامل، وبالتالي كتزاد نبضات القلب وكيدفق الدم في الاوعيه الدمويه. بهذا كتاخذ جرعه كبيره من الطاقه باش كتبدا النهار ديالك بنشاط. يعني هذه في مثال انك كدوش كل صباح. والفائده الثانيه مفيد للشعر والبشره، يعني كيزيد من رطوبه الشعر ونضاره البشره. من المعروف ان افضل طريقه للحفاظ على البشره والنضاره ديالها والشعر الصحي هي الماء بارد. بخلاصه انك لا كان شعرك والبشره ديالك جافين او متضررين فبنسبه كبيره يقدر يكون السبب هو التدواش بالماء سخون او الماء سخون بصفه عامه. التدواش بالماء بارد كيعمل على تضييق طبقه الجلد وحتى المسام، مما كيمنع الدخول الاوساخ للبشره وكتبقى ديما نقيه. ماشي غير هذا الشيء وصافي، قبل من الفوائد التدواش بالماء بارد كيعمل على تضييق المسامات الشعر، وهذا الشيء كيقلل من الاوساخ المتجمعه على الفروه، وزياده على هذا كيولي اكثر صحيه وكيحافظ على الرطوبه ديالو. ثالثا كيعزز الجهاز المناعي والدوراني للدم. من الفوائد ديال التدواش بالماء بارد انه كيعزز العمل الجهاز الدوراني عن طريق زياده تدفق الدم لكل اعضاء ديال الجسم
الامر اللي من شأنه انه كينعكس ايجابيا على الصحه ديال القلب وحتى الجلد، كيف ما كيساعد التدواش بالماء بارد على الخفض ديال الضغط ديال الدم المرتفع، وكيحسن من القدره الجهاز المناعي والدوراني للوقايه من الامراض. بزاف منا كيمارسوا السباحه يعني في الماء بارد باش كيخفضوا من التوتر، ولكن ماشي كاملين كنتوفروا على بركه السباحه، يعني بركه او لا بيسين كما كنقولوا. فشنو غادي نديروا حنا في هذه الحاله هذه بالنسبه لينا اللي ما عندناش يعني بلاصه اللي غادي نقدروا نمارسوا فيها السباحه؟ الجواب هو كدوش بالماء بارد، يعني كتعوض ديك السباحه هذيك بالماء البارد. ولقاو في دراسات باللي التدواش بالماء بارد قادر يخفف اعراض الاكتئاب بدون ظهور اي اعراض جانبيه. رابعا كيخفف من التوتر وكيقلل من الاكتئاب. بزاف منا كيمارسوا السباحه في الماء البارد باش كيخفضوا من التوتر، ولكن حنا ماشي كاملين كنقدروا نتوفروا على بركه السباحه. فشنو غادي نديروا حنا في هذه الحاله؟ الجواب هو اننا ندوشوا بالماء البارد. وبالنسبه لاعراض الاكتئاب لقاو باللي التدواش بالماء البارد قادر يخفف اعراض الاكتئاب دون ظهور اي اعراض جانبيه غير مرغوب فيها. خامسا كيعالج الم المفاصل وكيسرع الشفاء ديالها. سبق لك شفتي لاعبين كره القدم او اي رياضه اخرى كيدوشوا بالماء بارد مباشره مور كل تدريب، واش عارف باللي تدواش بالماء بارد كينقص من الم المفاصل والعضلات. وهكذا بالنسبه لك انت في المره الجايه اللي دير فيها اي نوع من التمارين او نشاط رياضي حسيتي بالم في العضلات ديالك، ما عليك غير تدوش بالماء بارد وغادي ينقص لك هذا الالم هذا. خلاصه الا دوشتي بالماء بارد ومشيتي تقرا او لا تخدم او لا تريني فغتقرا احسن وتخدم احسن وتريني احسن وهكذا. ودابا كيفاش غادي تدوش بالماء بارد وانت حياتك كامله متخوف من التدواش بالماء بارد وديما كدوش غير بالماء سخون؟ غادي نعطيك 3 ديال الطرق وهي المعروف منها، ولا يعني غادي نعطيك من السهله للصعيبه. فبالنسبه لك انت غدوش بالماء بارد اول مره، فبدا بالتدواش بالماء سخون عادي كيف ما موالف ديما، وبقى غادي وكتبرد داك الماء تدريجيا حتى توصل لانك كدوش بالماء بارد مباشره. وما تصورش هذه الطريقه هذه شحال غادي تسهل عليك التدواش بالماء بارد في الاول. بعد ما كتكون ولفتي تدواش بالماء بارد ندوزو للطريقه الثانيه. غتطلق الماء بارد وتبدا من راسك وانت هابط شويه بشويه، تهبط راسك من مورا صدرك كرشك حتى توصل رجليك. والنصيحه اللي نقدر نعطيك ما تبداش من رجليك ديما، بدا من راسك هو الاول وجامي تبدا من رجليك. والطريقه الثالثه هي اللي كننصحك ما ديرهاش في البدايات ديالك، يعني او في الاول فاش بغيت تبدا تدوش بالماء بارد ما ديرهاش، وهي انك تطلق الماء بارد وتخشى من تحت منه وتما تبقى تقاتل وتصبر وتنقز وتغوت وما تخرجش من تحت منه لواحد المده ديال دقيقه او 2 دقائق. والنصيحه الثانيه اللي نقدر نعطيكم هي انك في الاول ديما بدا غير بشويه، بدا شويه بشويه وانت طالع. يعني مثلا المره الاولى اللي غادي تدوش فيها بالماء بارد ما تفوتش دقيقه، المره الثانيه مثلا 2 دقائق، المره الثالثه مثلا 3 دقائق، وبحال هكا وانت غادي. وكما قلت لكم يعني من بعد واحد 30 يوم ولا اكثر غتبدا تدوش بالماء بارد ويجيك عادي بحال كدوش يعني بالماء سخون عادي جدا مدوش وما مسوقش. وغتبقى تلاحظ باللي الناس اللي دايرين بك مصدومين وما عارفينش كيفاش انت كاع كدوش بهذا الماء بارد هكا. يعني كدوش بالماء بارد سواء في الشتاء ولا في البرد ولا في الصيف ولا في اي وقت ما عندكش مشكل. وبالنسبه للمده ديال التدواش الا كان الجو بارد من الاحسن ما تفوتش ما بين 8 دقائق حتى 10 دقائق ماكسيموم. بالنسبه الى ما كفاكش الوقت تقدر تدفي الماء وتكمل التدواش ديالك عادي بلا حتى شي مشكل. وهكذا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. وبالنسبه لاي واحد عنده شي معلومه بخصوص التدواش بالماء بارد يشاركها معنا في لي كومونتيرات. ولاي واحد باقي كيتفرج حتى لهاد اللحظه هذه شكرا لك من القلب، وما تنساوش لايك واشتراك في هذه القناه هذه الا شفتوا هذا المحتوى يستاهل. دمتم سالمين.